باب ما جاء في المرأة تتطيب للخروج وروحي الدمر كاهيد وعذريه وتقول مرستي ساي دبدا ولا بحضه معناها واس قرحين يوسد قونين منهية ولا الديني ورسولك الديني صلى الله عليه وسلم درءا للمفسدة يذا لقهر تغيو حاران تيرب كيمانيا عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول وحوري إذا استعطرت المرأة قبل مركي أدكسته أي عذرية بخور مرسته فمرض على القوم قال صامرت ليجدوا ريحها سعرف كذا ودقون كذا يدريما فهي كذا وكذا وعين كائية عين كاسم النبي قال قولا شديدا هذا الضرن وأدق بكشاقي أما أقول دي الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك قاركوضو حيث الماميان أنها زانية وتسنيستي أوكالي لأنها تصبب زنا العين والسنة دي إيش السبابيس مركا أدقون كمغلان رقو إيدي بإيق والعين تزني ديش لوي سنيسته marka isha eegmada xaraanta ku dhacdayada sabab ah idan si kala hadii loo eego de qofkan inteela may dhiganine huugi ay rag soo suuri lahayd samays iyagu ba marka ama dabagalay ama ka hariye sidaas oo kale un baajinkuna uu dabagalaya iyo quruumaha hoose marka iyadana udugsadaan way raaci karaan آدابتي أنشحي وناكسنا ما هسلاس لقن كالصومالي دو ديب كلية كميتي دمر كود انت بخور مرسطو ونسطو عادرية وحول بايسكو شبت الدهب كي حراتو اندا كوشي مايكاب كي وحي عردن سيدي اينين كيدا يسوقود دياري لهايت شارع ايكو تاغنت حانا لغا يابا مركا ايتمادانا ايساقي ويمادانا إنه داركي كيتشن كوصو قشطو ورأسا على العقل ويدبرغنت حاجد ويدبرغنت وماذا مركي الدين تكبيران دقن كودو دن با استبرغه جامعadaha gaalada iyo dugsiyadooda sare qayb bay mamnuuc ka tahay gabadhu iyadoo noocaas inay soo gasho marka waxay ku leeyihiin waa inay kala duwanaataa markay aroos tagayso iyo markay iskuul tagayso marka gabadh noocaas iyo noo iman jaamacado badan oo Ingiriiska waa ka mamnuuc gabadh inta caynka isu soo diyaarsay inay timaado waa laga celinaya albaab kuweenana waa soo dhaw hal lagu daawaday marka waa dhibka iyo akhlaaq xumada dadkii islaam sheeganay akhlaaq dabeetana inaan baaf laga deeyay mid baa u baxay mid baa khaawisay waxa se kooranayaan goor waxaan odhanayaa soo baxay